أحمد شاب في العشرينات من العمر ديالو، باين عليه الحماس لبداية شهر رمضان المبارك. كتفقد جدول العبادات اللي صاوب وكيقول بصوت مليء بالحماس في النفس ديالو: هاد رمضان غادي يكون وغادي يكون عام كامل وانا كنوجد ليه. هاد المره غادي نختم القران، غادي نصلي التراويح في المسجد كاملين، وغادي نركز على الاذكار. هاد العام رمضان خصو يكون استثنائي، لا سوشيال ميديا تشهر، لا غفله، لا تاجيل. الايام الاولى احمد كان مثال للانضباط، كل فجر كيبدا نهارو بذكر الله عز وجل، القران ولا الرفيق ديالو، والمسجد البيت ديالو الثاني. الايمان كان كيشع من عينيه، وراحة البال سكنات القلب ديالو، وكان فعلا كيشعر بلذة رمضان اللي كان كيتسناها. ولكن في كل مره كان كيمر حدا التليفون ديالو كان كيشوف اشعارات كتلمع، رساله من صاحبو، فيديو مقترح، خبر عاجل، اغراءات صغيره بدات كتنغص عليه الهدوء. جات واحد اللحظه ديال الضعف، غير 5 دقائق قالها احمد لنفسه: نطل نشوف الاخبار واش فاتني شي حاجه. لكن 5 دقائق ولات نص ساعه، ونص ساعه ولات ساعتين، والفيديو كيجي في فيديو، والمنشور كيدي المنشور، والوقت كيجري هو ما كيشوفش. الحماس الاول بدا كيتلاشى، الصلوات كتفوت، الورد القران كيتاجل، والاذكار حتى هي كتنسى. التليفون ولا رفيقو الجديد كيأنس بيه وحدو، ولكن كيسرق منه وقتو. والغفله بدات كتسرب القلب ديالو، والتأجيل ولا عاده يوميه. احمد كيفيق على الواقع وكيشوف التقويم، كيشوف بان رمضان قرب يسالي، هو ما حقق والو من الاهداف ديالو. كيقول في نفسه: واش هادشي بصح؟ رمضان قرب يسالي وانا ما درت والو. فين مشات العزيمه ديالي؟ فين هي اللذة الروحانيه اللي كنت كنقلب عليها؟ السوشيال ميديا سرقات مني افضل لحظات ديال الشهر الكريم. احمد حس بواحد الغصه في قلبه، هاد السم القاتل اللي هو افراط في استعمال داك الشقفه اللي هزها، والغفله سرقات منه رمضان ديالو. تذكر داك الحماس الاول، وتذكر داك الوعد اللي دارو لنفسه. فجاه قرر ياخذ واحد القرار اللي صارم، انه يحط التليفون بعيد ويرفع راسو للسما، وينوض يصلي بخشوع، واخا ماشي بنفس الحماس الاول، ولكن الرغبه كتعوض داك الحماس. وكيقول في نفسه: صديقي، مازال الوقت واخا قليل، نقدر نصلح داكشي كامل اللي فات، ونقدر نرجع داكشي اللي ضاع مني. قصة احمد ماشي استثنائيه، وبزاف منا اللي كيوقعوا في نفس الفخ. السوشيال ميديا راه ماشي عادو، لكن الافراط في الاستعمال فيها والغفله اللي كتجيبها هي اللي كتحرمنا من اعظم بركات رمضان. لا تخلي السوشيال ميديا صديقي تسرق منك رمضان ديالك. حدد وقت، ركز على اولوياتك، وتذكر علاش حنا اصلا كنصومو. رمضان راه فرصه، وما تخليهاش تفوتك بديك الغفله. رمضان فرصه وما كتعوضش، استغلها.